بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل على بركة الله تعالى، وهذه يعني حصتنا الثانية في مصطلح الحديث. إذا كان فما بالإمكان سي فتحي بالنسبة للتسجيلات، إذا تنجم تحط عنوان، حط أقل شيء مثلا رقم الدرس. نحط حصة واحدة هيك طيب، ما ثبتش. طيب في البروفيل متاعه. طيب، ما هذه حصتنا الثانية إن شاء الله في مصطلح الحديث. ورأينا في الحصة الأولى بعض المبادئ المتعلقة بعلم الحديث، من ذكر تعريفه والغرض من هذا العلم، وكذلك ما هو موضوع هذا العلم. بصفة عامة رأينا ما المراد بموضوع أي علم من العلوم. في هذه الحصة سنواصل هناك نقطة أخرى لابد يعني من بيانها، ثم نشرع بعد ذلك في يعني يكون ارتباطنا أساسا بالمتن. هذه النقطة الثانية المهمة هي قضية الإسناد، وأنه خصيصة من خصائص أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لم توجد في أي أمة من الأمم السابقة إذا يروا أخبارهم فهي منقطعة، وينسبونها مثلا النصارى ينسبون بعض الكلام لسيدنا عيسى، وكذلك اليهود ينسبون بعض الكلام لسيدنا موسى عليه السلام، عليهم السلام جميعا، ولكن ليس لديهم سلسلة رجال متصلة يعني نقلت لهم هذا الكلام. أما هذه الأمة، وهذه من باب إعجاز يعني القرآن الكريم، حيث قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسخر الله تعالى وهي من هذه الأمة رجالا يعني حتى رووا أسماء يعني الرواة وذكروها، بل وفصلوا حياتهم. بعض المستشرقين يعني لم يجد بد من مدح المسلمين، قال: الله در المسلمين حين درس في علم أسماء الرجال ما يزيد عن حياة 500,000 شخص، قرابة 500,000 شخص درست يعني مواليدهم ووفياتهم وأسفارهم والطرق التي أخذوا بها. فمجموع كل هذه يدخل في هذه الكرامة التي كرم الله تعالى بها هذه الأمة، اللي هي كرامة الإسلام. بل هذه من الأشياء اللي نقولوها، احنا لا نريد أن نثير يعني المسائل يعني الاختلافية، أما هذه من الأمور التي يمتاز بها علماء السنة على الشيعة. يعني في المذهب الشيعي يعني يفتقدون هذه المسألة بسبب أصل من الأصول. ديما تلقى روي عن آل البيت، ولو روي عن جعفر الصادق، ولكن لا نجد سندا يعني متصلا عادة لهم، لأنهم في اعتقادهم أن آل البيت معصومون، وما دام معصوما فلا يحتاج إلى أن يذكر من سمع هذا الخبر من ما دام معصوما فهو عندهم الأعترى معصوم ومنزهون عن الخطأ. أما عندنا فالعصمة لله ولرسوله، ثم الصحابة عدول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عدلهم، مع العلم أنه فيه فارق من الحديث الذي يرويه صحابي واحد وبين الحديث الذي يرويه عدد كبير من الصحابة. أما من جاء بعدهم أيا كان هذا الشخص فينظر إلى حاله ثم يحكم عليه. على كل حال، احنا مش يكون اعتمادي بالأساس لبيان هذه المسألة، والمؤلفات في ذلك كثيرة، والعلماء الذين تكلموا في ذلك من الخلف والسلف يعني عددهم كبير جدا. لكن من أحسن النماذج فما الكتاب الأول هذا يعني للشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله، اسمه الأجوبة الفاضلة على الأسئلة 10 الكاملة، وحققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. أصل هذا الكتاب هو جواب على 10 أسئلة سألها أحد علماء الهند، محمد حسين اللاهوري. وإن كان هذا العالم يعني في منهجه يعني مائل إلى كفة يعني غير المقلدين الذين لا يدينون بمذهب، بل يزعمون أنهم يقتبسون مباشرة يعني من الكتاب والسنة. وأثار يعني في وقت من الأوقات فتنة كبيرة يعني في بلاد الهند، ولكن رد عليه العلماء ردود كثيرة، ورأى كذلك في آخر حياته أنه لم يزد الأمة بإثارة مثل هذه الأمور إلا فتنة وإلا تفرقة
يعني ويروى أنه رجع في آخر حياته إلى الاعتدال على كل حال. فمن جملة ما أثير وأنه سأل 10 أسئلة للشيخ عبد الحي اللكنوي. ويمكن للبعض أن يقول إن الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله هو نووي الأحناف. هو شنو؟ مش السلاح النووي راهو، يعني هو بمثابة الإمام النووي، لأنه اشترك معه في بعض الأوصاف. أول شيء لأن الإمام النووي رحمه الله هو من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، ويروى أن عبد الحي اللكنوي كذلك قصر الفترة العمرية، ولكن مع ثراء وكثرة المؤلفات التي ألفها. الإمام النووي كذلك لم يعمر طويل، نقول لي 45 ولا 45 عام. هذا عبد الحي اللكنوي رحمه الله عاش 40 عام برك. تولد في عام 1264 وتوفى 1304 يعني تقريبا في عام 1883 في الفترة هذيك، يعني 40 عام بالأعوام القمرية. معناها نحي منهم إذا مش تحسبهم بالأيوة نحي منهم عام، إذا مش تحسبهم بالسنة الشمسية. طيب، وله مؤلفات كثيرة ما شاء الله. على كل حال، أول سؤال سأله هذا محمد حسين اللاهوري، قالوا: هل الإسناد مطلوب في الدين أم لا؟ بعد قال: فإن اختير الشق الثاني يعني لا. قال: فما معنى قول ابن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء؟ وإن اختير الشق الأول يعني إن كان الإسناد من الدين يعني ومطلوب في الدين، فهل هو ضروري في جميع ما يعد من الدين أم هو مخصوص بالبعض؟ فإن كان مخصوصا بالبعض فلا بد من تفصيل الأمور التي لا تحتاج إلى إسناد مع إقامة الدليل على استثنائه. هذا سؤاله. طبعا الجواب طويل جدا، وهو عشر هذا الكتاب تقريبا الجواب، لكن نحن سنرى من ذلك ما نعنى به. يعني فيه يعني ما شاء الله يعني استخراجات لأقوال العلماء. على كل حال، الجواب ايش قال الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله؟ قالوا: الإسناد مطلوب في الدين قد رغبت إليه أئمة الشرع والمتين. قد رغبت إليه أئمة الشرع المتين. تشكون صفتك شو قد برشا. وجعلوه من خصائص أمة سيد المرسلين. يعني هناك أمور اختص الله تعالى بها هذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة ولم توجد عند غيرها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أحل الله لنا ما الغنائم يعني وإنها لم تحل لأحد من الأمم قبلنا. رخصة التيمم هذه موجودة عند هذه الأمة ولا توجد عند الأمم السابقة. الإمام الزرقاني رحمه الله ألف كتاب شرح المواهب اللدنية، يعني وذكر فيه يعني قرابة 40 خصيصة لهذه الأمة، من أبرزها ومن أعظمها هي قضية الإسناد. قال: وجعلوه من خصائص أمة سيد المرسلين وحكموا عليه بكونه سنة من سنن الدين. قال ابن المبارك، وهذه قولة شهيرة، وعلى ذكر القولة مش نزيد نحكيه، ألف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتاب كامل سماه بمقولة ابن المبارك. المبارك قال: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا يعني قيل له من حدثك بقي. هذه تمام القولة اللي ذكرها يعني ابن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ونرى يعني الأمر هذا جليا في كل من يروي أخبارا ولا يكون قد استند يعني إلى قائلها أو لم يذكر يعني دليلا على أن فلان قالها. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. من بعد يقول: وعنه يعني هنا ابن المبارك له قول أخرى يقول: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وطبعا نعلم جميعا حال الذي يرتقي السطح بلا سلم يكون دائما عرضة للسقوط، وإن وفق يعني للصعود للسطح فالنزول مش يكون يعني مشكلة كبيرة. فهذا مثل الذي يطلب أمر دينه بلا سند. يقول سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمنين، فإذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. الذي يجمع الحطب في الليل فيكون دائما عرضة للأخطار يعني وللمضرة والعياذ بالله، سواء كانت مضرة نفسه أو مضرة غيره.
كل هذا ذكر في شرح المواهب اللدنية لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله. وفيه أيضا يعني في المواهب اللدنية يعني لا عفوا في هذا الموضوع في تاريخ الحاكم عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمنة. الزمنة يعني كل الناس اللي طايحين في حويلة المرضى اللي ما عندهمش حتى قوة، أيها المزمنين المرضى هنا حتى. فإن إسناد الحديث كرامة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قيل في قوله تعالى: أو أثارة من علم، أي إسناد الحديث. وهذه تعرضنا لها النقطة هذه في الحصة الفارطة، يعني من استدلالات العلماء من القرآن الكريم على إثبات الإسناد. في تحدي المشركين على يعني ونفي عقائد الشرك: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال بعض العلماء في تفسير أثارة من علم أي إسناد حديث. وقيل كذلك قال بقية، هذا أحد المحدثين: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث فقال: ما أجودها لو كان لها أجنحة، أي لو كان لها ماذا؟ إسناد. وبالتالي يعني إذا لم يكن لها إسناد فلا يلتفت إليها. هنا فما مقولة كذلك جميلة جدا لأبي حاتم الرازي، محمد بن إدريس الرازي، يقول: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم عليه السلام أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. هذا مما يدل على أن خصيصة هذه الأمة. قال الإمام الزرقاني: هذا رواه ابن عساكر عن الرازي المذكور بلفظ: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم وأنساب خلفهم كهذه الأمة. وذكر نظيره في تاريخ ابن عساكر رحمه الله تقريبا بنفس العبارة. في شرح النخبة، هذا هو الكتاب اللي مش نقرأوه احنا، هو شرح النخبة ونزهة النظر، شرح نخبة الفكر. الملا علي قاري رحمه الله، كلمة ملا يعني كما نقولوا احنا في بلاد العرب العلامة أو الشيخ، في بلاد الهند يقولوا الملا، يقصد به العلامة. الملا علي قاري شرح هذه النزهة، يعني شرح الكتاب الذي نحن سنقيم له هذه الدورة. عد من جملة ما ذكر في شرحه يقول: أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، بل من فروض الكفاية، وطلب العلو أمر مطلوب وشأن مرغوب، إلى غير ذلك يعني من الأقوال. فيها أيضا قول أبو بكر بن محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب. يعني هذه أمور موجودة في هذه الأمة، اللي هي الإسناد، إسناد الأخبار التي يروونها. الأنساب يعني وهذا داخل في تابع لعلم الإسناد اللي هو علم ما يسمى بعلم أسماء الرجال. وكذلك الأعراب، أنشئ علم كامل هو علم النحو، ثم ما تفرع عنه من صرف ومن بلاغة وغيرها. كل هذه السبب الرئيسي فيها هو حفاظة يعني هذا الكم الكبير يعني من العلوم، وابتداء بالقرآن الكريم ثم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا فسدت اللغة العربية فسيفسد تبعا لذلك كل هذه العلوم. فيه كذلك قال: الإسناد، يعني هذا قول أبو بكر محمد بن أحمد، قال: الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. وقد روينا من طريق أبي العباس الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديما وحديثا إسناد موصوف، إنما هي صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم. انتهى كلامه. ثم قول كذلك يعني لابن حزم رحمه الله، ابن حزم الظاهري،
في كتابه يعني الفصل في الملل والأهواء والنحل. إيش يقول ابن حزم رحمه الله؟ قال: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال، إيش معنى الإرسال؟ الإرسال هو أنه يذكر السند من تحت ولا يذكر من فوق. احنا عندنا في علم المصطلح يقول ومرسل منه الصحابي سقط، كي يذكر الحديث ولكن الرواة اللي من فوق ما محذوفين، هذا يتسمى مرسل. والمعضل هو الذي يحذف فيه راويان على التوالي. ايش يقول ابن حزم؟ يقول: أما مع الإرسال والأعضال، يعني رواية الأخبار المنقطعة أيا كان الانقطاع من فوق ولا من وسط راو أو أكثر على التوالي، قال: فيوجد في كثير من اليهود ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد عليه الصلاة والسلام، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، أكثر من 30 عصر، يعني لا يعلمون من روى عن من ومن قال هذه الأخبار، لا يعرفون لا مجرد دال الاسم ولا الصفة ومجهول الحال مجهول النسب من الاعتبارات الكل. قال: ويبقى حتى يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط. الخبر الوحيد المتصل عند النصارى هو تحريم الطلاق. علاش؟ لأن الأصل المروي عندهم أن الزواج عقد مؤبد، وهذا كما يرمز إليه بالخاصة هذيك ماناش نحرموا فيها، معنا ننقلوا في كلام ابن حزم. الخاصة اللي تحط في اليسار معناها دليل على أنه عقد تأبيدي، لكنهم لم يجدوا بدا بعد ذلك من تشريع الطلاق. قالوا أن المسألة يعني ترتبت عليها مفاسد. يعني هما في البداية في الأصل لما ترجع للكتب بتاعهم تجد الخبر الوحيد المتصل، مع أنه في رواته عدد كثير من الكذابين موجود مش نذكروه، لكن الخبر الوحيد المتصل عند النصارى هو تحريم الطلاق، وأن الطلاق يعني ليس مشروعا. لكنهم يعني الخبر الوحيد اللي أصلا كانوا يعتنوا به ويفرحوا به يعني وينزلونه منزلة كبيرة لأنه ممتاز بالاتصال في السند، لكنهم لم يجدوا بدا من ترك العمل به. شو يقول؟ وقلنا هيك علاش هم عندهم الخوصة هذيك. احنا اللي يربط الزوج والزوجة مش الخوصة، كان العقد معروفة اللي هي الطرفين والولي والصيغة ثم المهر والإشهار، هذا يعني شرطان لصحة الدخول. هذا الذي تنشأ به العصمة بين الزوج والزوجة. والله يقدر لفظ الطلاق هو لفظ دال على فك العصمة، أما مش يربط الزوج والزوجة يعني الخوصة. طيب، قال: ليس لهم فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط. أما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. ومع العلم أنه حقق العلماء وأنه وجد عدد كثير من الكذابين الذين نقلوا لهم هذا الخبر اللي هو قضية تحريم الطلاق. قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا. هم احنا عنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأخبار اللي تكلمنا يكون منتهى الصحابة ويكون منتهى التابع. هم ما عندهمش حتى خبر يعني منتهى أصحاب الأنبياء ولا إلى تابع له. ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس اللي هم جاءوا بعد فترة طويلة يعني من سيدنا عيسى عليه السلام. موجود كذلك يعني استدلالات كثيرة يعني في هذا الباب. هذا فيما يتعلق بأنه الإسناد يعني له مكانة كبيرة وأنه خصيصة لهذه الأمة. هذا كتاب آخر. الكتاب هذا حقه عبد الفتاح أبو غدة وتأليف عبد الحي اللكنوي. الكتاب الثاني هذا قلنا هو الإسناد من الدين، هذا ألفه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. فيه زاد بعض القصص نذكروها ثم نشرع إن شاء الله. تكلم على إسناد القول هذا، إسناد قولة الإسناد من الدين، وكيف يعني وصلتنا أو الروايات التي وصلت إلينا يعني من عبد الله بن المبارك رحمه الله. وزيادة على ذلك ذكر بحوث مهمة متعلقة بهذا الشأن. ايش يقول؟ نعم. طبعا أستاذ البخاري
عبد الله بن المبارك هو يعني أستاذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى من التابعين. القولة التي ألف لأجلها هي هذه قولة شو اسمه عبد الله بن المبارك، يقول فيها الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل من حدثك بقي. إلى هنا انتهت يعني المقولة، حتى أنه أثيرت مسائل كثيرة ما مراد يعني ابن المبارك رحمه الله بقولته بقي، يعني بقي ساكتا، بقي دون يعني إجابة. بعض العلماء يعني أغلق باب الجدل، يذكر يعني الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ويوزي يقول هنا ما يحبش يكمل اللي من بعدها لأنه باش تثار يعني نقاط استفهام. على كل حال، فما قولة أخرى للإمام يحيى بن معين رحمه الله، كان في مرض موته سئل ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال. يعني هذه من الأمور التي يرغب، فالرغبة للعلو في السند يعني والبحث في هذه الأمور، هذه كانت من الأمور التي يتنافس فيها العلماء ويحرصون أيما حرص على تحصيلها. يقول هنا أبو غدة رحمه الله في التحقيق، يقول وهذا كنحو ما روينا عن إسماعيل بن عياش. هنا باش نشوفوا مدى أهمية علم الإسناد وعلم أسماء الرجال، وكيف كان ذلك وسيلة إلى كشف كذب الكاذبين وادعاء المزورين. يقول روينا عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هذا قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. لقينا إنسان وعنده ما شاء الله عنده سند عالي ويروي عن خالد بن معدان مباشرة، وذلك كان يعتبر غنيمة في امثال ذلك الوقت، لما يجد الناس يعني شيء خاصة كي باش يرويوا على واحد مثلا صغير في العمر كيف يعني مش يكون السند معناها مش عليه برشا، يبداوا يلوجوا على كل كبير في العمر باش السند بتاعه يكون أقصر ما يمكن. قالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. يقول إسماعيل بن عياش قال فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ أنت عماش كتبت عليه؟ قال سنة 13 يعني 113 يقصد طبعا، قال أي يعني 100. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته ب7 سنين. قال ما مبروك عليكم الراوي هذا الرجل بعد ما مات ب7 سنين وهو يكتب عليه في الحديث، لأن خالد بن معدان توفي سنة 106. قال فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته ب7 سنين. قال إسماعيل مات خالد سنة 6 و100، 106 وهو مات وانت تروي عليه 113. هذاك علاش يقول بعض العلماء ولله يدروا في الشعر، يقول مدحا لعلم التاريخ، كيفاش هو يبدأ الشعر؟ ليس بالإنسان ولا شبهه من لا يعي التاريخ في قلبه، ومن روى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. وقال أبو العتاهي رحمه الله إن اختفى ما في الزمان الآتي فقف على الماضي من الأوقات. فدراسة علم التاريخ يعني وتواريخ الوفاة هذه من الأسس في علم الإسناد. هي قصة أخرى زادة جميلة جدا. يقول روينا عن الحاكم أبي عبد الله يعني صاحب المستدرك قال لما قدم علينا يعني في نيسابور أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده. الحاكم سأله يعني، والحاكم البعض يعتبره تسمية والبعض يعتبره رتبة، وش يجينا إن شاء الله في شرح النخبة. يعني يروى مذهب البعض أنه يلقب بالحاكم من أحاط علما تقريبا بكل الأحاديث بجلها ولا يفوته منها إلا القليل جدا. لما يقولوا مثلا حافظ يروى أنه هذا يحفظ 100,000 حديث، ولكن لما يقولوا فلان حاكم يعني بمعنى أنه قد أحاط علما تقريبا بكل أحاديث ولا يفوته منها إلا القليل. فهذا عبارة سكنار الإمام الحاكم. جاءهم هذا يعني أبو جعفر يعني الكشي فحدث عن عبد بن حميد
ايش يقول الحاكم؟ قال سألته عن مولده. قال سألته أنت يا أخي وقتاش تولدت أنت؟ شافوا معناها مش كبير برشا. فذكر أنه ولد سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا إن الحاكم قال سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. هذا معناها بعد ما مات الحاكم، عفوا بعد ما مات عبد بن حميد ب13 عام. هذا سمع منه الله أعلم، سمعها منه في المنام ولا هبط له للقبر ولا كيفاش. هذا إن دل فهو يدل على كذب هذا يعني هذا الكشي. قال سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. فما قصة أخرى صارت في زمن شو اسمه، هنا ذكر كذلك الأقوال كثيرة ممن رأيناها يعني في الكتاب السابق. فما قصة صارت في زمن الدولة العباسية تحديدا في 446 كان، وأنه أراد أبو جعفر المنصور أن يقيم الحد على بعض الزنادقة. تعرفوا إيش معناه الزنديق ولا يا شيخ؟ هارون الرشيد، عفوا مش أبو جعفر المنصور. وعن ابن علية وإسحاق بن إبراهيم قال أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه. إيش معناه زنديق ساعة يحفظ؟ مرتد، أي مرتد، ويعني يجاهر بذلك بل يدعو يعني لذلك. هذا هو الزنديق. فالزنديق هذا يكلمه، قال له لما تضرب عنقك؟ علاش تضرب فيه؟ شنو اللي عملت؟ قالوا لأريح العباد منك. فقال يا أمير المؤمنين أين أنت من 4000 حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، لم يقل منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا. يعني هو ذلك كما كان القشة نتاع الغارق بالبحر، أنت مش تقتلني فما 4000 حديث ووضعتها، تقعدوا كيف أنا مش نسري فيكم أحاديث موضوعة ومش يعني، وكأنه نوع من التهديد هذا. فشنو جاوبه هارون الرشيد؟ فقال له الرشيد أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. أبو إسحاق الفزاري من كبار المحدثين، وكذلك عبد الله بن المبارك، يعني أن النخل هو اللي ينخلين نخل غربيل، يعني مش تتعدى على الغربال وغيره وتخرج حرف حرف ولا يبقى منها يعني حديث واحد. في سنة 447 كذلك في زمن الدولة العباسية في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله، ايش يقول؟ أظهر بعض اليهود كتابا ادعوا فيه أو ادعوا أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر، يعني اليهود، بإسقاط الجزية عنه. جابوا كتاب وثيقة قالوا هذه هي وثيقة تثبت أن الجزية ساقط عليه. وفيه يعني في هذا الكتاب شهادة بعض من الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وذكروا أنه خط سيدنا علي رضي الله عنه، وجاءوا به إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن الحسن وزير القائم بالله، رئيس الحكومة كما نقولوا للوزير. فعرضه رئيس الرؤساء على الحافظ الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي ما شاء الله يعني معناها في زمنه ملأ، هو يعني صدق من قال كل من جاء بعد الخطيب البغدادي هم عيال على كتبه ويتوجين، يعني ما من موضع من المواضع أو إن شئنا نقول مفهوم من المفاهيم أو نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا مستقلا. طيب الخطيب البغدادي إيش قال؟ قال رحمه الله تعالى، قال فتأمله ثم قال هذا كذب مزور. هذا كذب مزور. علاش ترى؟ فقيل له من أين لك هذا؟ مش قلنا لك الجملة هذه قاعدة ورثتها كالأخبار الله يفرج الحال، وتسأل مش على الصدق والكذب، تسأل على الفلوس من أين، وعندهم كرسي اسمه كرسي الاعتراف ربي يحفظنا. هذه من النعم اللي أنعم ربي بها على الفقراء أنهم ما يعرفوش حتى ايش معناه كرسي الاعتراف. طيب
ايش قالوا له؟ قالوا له من أين لك هذا؟ شنو تتهمت؟ هو خط سيدنا علي وهو فيه شهادة الصحابة. قال فيه شهادة معاوية رضي الله عنه، وإنما أسلم عام فتح مكة. مكة وقتاش فتحت؟ فتحت في السنة الثامنة. وخيبر وقتاش فتحت؟ فتحت في السنة السابعة. معناها سيدنا معاوية شهد قبل ما يدخل الإسلام. يعني انتم قلتوا فيها شهادة الصحابة، وسيدنا معاوية وقتها كان في مكة، ايش دخلوا في الحكاية؟ قال فيها شهادة معاوية، وإنما أسلم عام فتح مكة، وكان فتحها سنة 8 من الهجرة، وفتح خيبر كان في سنة 7. وشنو آخر؟ وفيها شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه. هاي شنو سعد بن معاذ أسلم في الفتح. سيدنا سعد بن معاذ من الأوائل، يعني هو سيد الأنصار. هي قال لهم سيدنا سعد بن معاذ وقتاش مات؟ توفي في وقعة بني قريظة، ولا اللي هي لصيقة بغزوة الأحزاب في السنة 5 للهجرة. يعني سيدنا سعد خرج لهم الخبر بعد ما مات بعامين، صح لهم في الوثيقة. فيها شهادة شكون؟ فيها شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد مات يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنتين، يعني في السنة 5. فاستحسن ذلك منه رئيس الرؤساء واعتمده وأمضاه، ورد اليهود شر، يعني رد لظهور تزوير الكتاب. إلى غير ذلك. يعني هي من القصص ومن النوادر بصراحة، متعة كبيرة. يعني وقت اللي يبدأ الإنسان يطالع مثل هذه موجودين، وخيا ما نعرفش عليها قلة الناس كل دولاها بالفيسبوك وتشات. أما الأصل أنها كتب في المتناول. هذه معناها مكتبة المطبوعات الإسلامية. هذه خذيته، هذه نسخة موجودة باكستانية، أما موجود نظيرها، ومدام فحقق عبد الفتاح أبو غدة من كبار علماء الشام. الأكيد أنه موجود في المتناول. يعني ومثل الكتب تلقى عنده ساعات طبعات عديدة. هذه ماهيش هذه الطبعة. شوف هذه فيه الطبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. هذوما 6 طبعات. ايش تحبوا أخرى؟ ها؟ في معرض الكتاب نتصور يعني موجودين. وقاش مازالوا معرض الكتاب هو؟ ها؟ ها؟ اي في معرض الكتاب استغلوا فرصه. نتذكر انه خير ساعات يبدا يمشيوا حتى مجموعه مع بعضهم، ولا حتى ما يمشيش، تبدا مثلا شكون ماشي من الاخوه توصيه. ولا المكاتب اللي كان يعرف عنا، فما المكاتب اللي في البلاد العربي في سوسه، ولا في البلاد العربي في تونس عاده نلقاو كتب كيما هيك. ها؟ اي عرفت مكتبة سحنون ما شاء الله يجيبوا. ثم في ايش اسمه في تونس. اي في غادي وين جامع الزيتونه زاد ما شاء الله موجودين. ايوه. بالنسبه للسؤال، انا يدعي اللي هو يروي على فلان او فلان، الغايه بتاعه الكذب ولا الغايه بتاعه مش على الشأن بتاعه؟ الباعث على، لا شوف فما فرق. يعني هناك من يروي خبرا بلفظ لا يصرح فيه بالسماع، وهناك من يروي ويصرح. فنكون أنا راوي من الرواة لم أره ولم ألقه ونقول حدثني فلان، هذا الحديث كلامي أن يتسمى حديث موضوع، وكل من صدر منه هذا الفعل يسمى راوي كذاب. لأنه سيأتينا جليا هناك فرق في علم الحديث بين الراوي الكذاب والراوي المتهم بالكذب. أي حديث وجد في سنده راو كذاب، يعني ثبت كذبه في الحديث النبوي سواء في المتن وإلا في السند، إذا ثبت كذب راو من الرواة في الحديث فهذا الحديث الذي ثبت فيه الكذب، وكل الأحاديث التي رواها قبله وكل الأحاديث التي يرويها بعده كلها موضوعة. واضح ولا؟ باين. هذا بالنسبة للذي ثبت كذبه. طيب ما الفرق بين الراوي الكذاب والمتهم بالكذب؟ ما الوقتش نسميه متهم بالكذب؟ اصبري. ما يصلحش كل شيء. اسمع، خونا قال ما يصلحش. قلت لي انت عندما لا يقول حدثني فلان
ولا شو يقول؟ اسمع سمع. أي لا، لما يستعمل لفظ لا يصرح فيه بالسماع، يعني عن فلان، لا مش هذا، لا هذا ليس كذابا ولا متهما بالكذب. لا هذاك شدوا عليه والمتهم بالكذب، ما شدوش عليه كذبه. شو شدوا عليه؟ لحظه وجدك لحظه. متهم لم يعهد عليه كيف لم لماذا اتهموه اذا؟ مرة مثلا يا ودي كذب مرة برك انتهى الأمر. إذا ثبت كذبه مرة في الحديث النبوي هذا راو وضاع كذاب. ما يكونش معناها كذاب، ما يكونش كذاب برشا مرات ومتهم. شفت هنا ويبين لك هذا من كمالات الإسلام. معناش اللين في قضية إذا كذب مرة يا أخي تاب ويوليش من الصالحين، يوليش مستجاب الدعوة ويستسقى الغمام بوجهه. يا أخي مبارك، وإحنا ما قلناش اللي هو في النار. لكن هذا الشخص ما دام ثبت كذبه مرة في حياته، ثبت كذبه مرة في الحديث النبوي، فأحاديثه كلها موضوعة، وهذا الراوي اسمه كذاب. في مقدمة صحيح مسلم الإمام مسلم رحمه الله قال لي جار صالح لكنه يكذب في الحديث. فهو صادف كذب مرة وانتهى، فهذاك أخذك الطومبون هذاك ما عاد شيء. نعم معناه يكذب في الحديث ولا في حياته العامة؟ هاك قربت شوية. كيفاش الراوي إذا ثبت كذبه في الحديث النبوي متنا أو سندا هذا يسمى راوي كذاب وحديثه موضوع. أما إذا ثبت كذبه في كلام الدنيا ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي هذا يسميه متروك، ونسميه كذلك متهم بالكذب. هو ما دام كذب في كلام الدنيا، اكذب في شري من عندك قطع وكذب عليك، ولا قال لك هوني جاي وهو ما جاش. إذا ثبت كذبه في كلام الدنيا هذا الراوي حديثه متروك. مثلا الذي كذب عن كذبته، الذي كذب عن كذبته، لا هذيك ما تدخل باب تقوى والورع، هذاك لا يعد كذب لا شرعا ولا عرفا. انت عندك المعزه نتاعك هاربه وقربت لها شويه، قربت لها كما نقولوا اناء طاجين ولا حاجه زعما فيه كذا وباش تطمعها، لا يعد ذلك كذب ولا يعاقب عليه الشرع. لكن هذا بحث اخر. هذا بعض العلماء بلغ من تقواه وورعه انه يترفع على ان يروي عن شخص مثل هذا، لكن وهذا باب كامل يعني فيما عده بعض العلماء جرحا وليس بجرح في نفس الأمر. بعض العلماء مثلا الشعبة قيل له لماذا لا تروي عن فلان؟ قال رأيته يركض البرذون. البرذون هو نوع من الخيول اللي يكون قصير القوائم، يعني وهو أشبه ما يكون بالحمار في الطول في القامة، وهو خلقه الله وليست من لا يمتاز بالسرعة ولكن يمتاز بقوة. يستعملوه أنا ريتهم في بلاد الهند خاصة المناطق الجبلية، يعني يحطوا عليه الأثقال، فعنده براعة وكمال في قوته في حمل الأثقال. أما في مجال السرعة فهو ضعيف مقارنة بالخيول الأخرى. فهو لما رأى هذا الشخص يركض البرذون يعني اعتبر ذلك ظلما، يعني يا ربي ما خلقوش للجري، هذا يخلق الحمل الأثقال، ووضع شيء في غير محله ظلم. قال لك أنا لا أروي عنه. ولكن هذا الأمر ليس قادحا يعني في رواية ذلك الشخص. هذا يدخل في خصوصية بعض الرواة. أما نحن لما نتكلم عن الاصطلاح يستقر الاصطلاح على الحالات العامة ولا يستقر على المذاهب الشاذة. واضح المسألة. خلينا نرجع لسؤالنا باش ما نبعدوش يعني كثيرا. فالراوي إذا ثبت كذبه في كلام الدنيا، يا أخي لماذا قالوا متهم بالكذب؟ وحتى في القوانين الوضعية يعني فما فرق بين أعزكم الله المجرم ولا الجاني وبين المتهم وبين المشتبه فيه. فالمتهم ايش معناه؟ ساعات في الاستدعاءات يكتب لك بصفته متهم وهو غلط، تجي من بعد تقول له ديني كيفاش؟ يقول لك لا مو عملنا لك كيف. فما شكون له خير قالوا كتبنا لك متهم باش تحرص على جايين، وكان حاطينك بصفتك شاهد باش توطف فينا ما تجيش. فمتهم لابد ان تكون هناك بعض القرائن يعني تدل على انه ربما يعني هو الجاني هذا الشخص، لكنها ليست كافيه لتثبت عليه الجريمه، فيسمى ماذا؟ متهما. المشتبه فيه ليست هناك ادله ولكن هناك شكوك، ربما يكون هذا الشخص. فنتكلم على الشخص هنا ما دام كذب في كلام الدنيا
فهذه قرينة أنه لا يمنع أنه ربما يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كذلك حديث، وحديث هذا المتروك أو الموضوع هذا لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل، بل يروى فقط ليعلم أنه متروك، يعني ولبيان يعني حاله أو للتعليم. ما نبعدوش برشا. فهذا متهم بالكذب، هذا كذاب. لكن متى إذا كان ثبت كذبه في الحديث النبوي كما قلنا سواء في المتن وإلا في الحديث. لكن الذي يروي بالعنعنة يعني لا يستعمل لفظا صريحا يعني في السماع، ومثلا واحد كيف حوالي نقول عن قال الشيخ مثلا سيد علي بن خليفة، منو سيد علي بن خليفة وين احنا سواء كان في الزمن ولا في المقام، ومعلوم أننا لم نلقهم، لكن أنا لم أستعمل لفظ صريح في السماع، فهذا يولي يتسمى منقطع، يتسمى مرسل. أنا سوف ننظر ونتبين الباعث على هذا يعني الحذف، لماذا لم تذكر يعني اسم كذا واسم كذا، ومع العلم أنه الذي لم يذكر من بعده من الرواة فما الحديث المدلس وفما المنقطع، فيه فرق بينهم، مش تجينا إن شاء الله يعني واضحة وجلية. فهذا ليس من الشرط أن نحكم عليه بالكذب، يمكن اختصارا يا أخي، هو في مجلس يحدث فيه يعني الأحاديث التي يعلمها، مش يبقى مع كل حديث مش يقول سمعت من فلان الذي سمع من فلان قال حدثني قال حدثني. يا أخي اختصارا يعني أحاديث هذه كل رويتها عن فلان، يجي شخص آخر مثلا لا يعلم في البداية أنه ذكر سلسلة سنده المتصلة لذلك الشخص، فيروي فلان عن فلان ولا يذكر في الوسط. فهذا يعني ليس من الضروري أن يكون الحامل على ذلك سلبيا، يمكن يكون الحامل إيجابي كما يمكن أن يكون الحامل ماذا سلبيا. هذا فيما يتعلق بمن يحذف ومن. نحن الآن في زمن نذكر مثلا الحديث ونذكر اسم الصحابي فقط، نذكرها معلقة، في بعض الحالات نعزوه مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس قادحا، يكون هذا في باب الاختصار، خاصة في الزمن السابق الأوراق كانت قليلة وأدوات الكتابة يعني كانت قليلة، لم تكن متاحة يعني مثل يعني زماننا هذا. طيب هذا على ذكر يعني ليس من السهل أن نحكم على شخص بأنه كذب أو يعني دلس إلى آخره. طيب اتفقنا على قضية الإسناد وأنه خصيصة من خصائص هذه الأمة، وأنه علماء الحديث يعني سلطوا اهتمامهم على أمرين، على المتن وعلى السند. يعني ليست قضية المتن فقط بل ولا قضية السند فقط، فينظرون إلى السند وإلى أحواله، وينظرون كذلك إلى المتن وإلى أحواله وما يتفرع عنه من الأمور. من بينها من الكتاب اللي بين أيدينا اللي هو كتاب الإمام ابن حجر رحمه الله، سماه نخبة الفكر. نخبة الفكر ليست نخبة الفكر كما يقول البعض، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وأصل هذا الكتاب في الحقيقة هو مأخوذ من كتاب يعني معرفة أنواع علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وكل من جاء كما قال بعد ابن الصلاح هم عيال على كتابه. هو مش يذكرنا هنا في المقدمة يعني ألف كثير من الناس يعني في كتب، لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن الذي امتاز يعني والكتاب الذي عكف عليه الناس جميعا هو كتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الذي يسمى مقدمة ابن الصلاح. فابن حجر رحمه الله انتخب أفكارا، انتخب مواضيع أخذها من مقدمة ابن الصلاح وسماها نخبة الفكر. ونخبة الفكر هذه مش طويلة برشا، هي نخبة الفكر مش نوريها لكم. هذا يمثل نخبة الفكر اللي بالنسبة للنسخة اللي عندنا هي مكتوبة باليد. يعني هذه صفحة 2 3 4 5 6 صفحات 6 أكاو. وهذه الصفحة لا 6 صفحات فقط، 6 صفحات. هذه شنية نخبة الفكر، هي عبارة ما شاء الله مختصرة جدا ومغلقة نوعا ما،
من بعد سألوه يعني اللي في البداية سألوه أن ينتخب لهم أفكارا من مقدمة ابن الصلاح، قالوا له هي مختصرة لكنها يعني تحتاج إلى شرح، فشرحها هو بنفسه وشرحها كذلك غيره، وسماها نزهة النظر شرح نخبة الفكر على في مصطلح أهل الأثر، واشتهرت بالنزهة أو بشرح شرح النخبة. احنا مش نقرأ الشرح، وطبعا كيف مش نقرأ الشرح ضمن مش نكونوا قرينا المتن شرح نخبة الفكر. أنا تجاوزت أن أذكر يعني من صنف في هذا العلم ومن أول من أفرد هذا العلم بالتصنيف، لأنه هو ابن حجر بنفسه سوف يذكر ذلك فلا نسبق الأحداث. طيب نبدأ على بركة الله تعالى. شكون من الأخيان قلنا عنده نسخة في مكان البعض؟ توا مش نحاول نتبعوا كذا كما نقولوا دمغي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك إن شاء الله، لأن يتحصلوا الأخيان على نسخة. ويظل لي قلت لي موجود في كي نحبوا الأخيان نطبعوا لهم بعض الصفحات اللي تكون في البداية. أي به هذيك نشدوا بها يدينا لين إن شاء الله نتحصلوا على نسخ كامل. تقرأ لنا سي شير تفضل. ما زلت لنا ربع ساعة، خلينا نقرأ شوي. أي بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. طيب بعد بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذه النسخة اللي موجودة عندك، الظاهر اللي هذا قول الكاتب من تلاميذه، أما ابن حجر مش يجي من بعد، يعني ابن حجر ما قالش على نفسه الشيخ والعلامة، هو لما بدأ مش جملة الموالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا إلى آخره. فالأكثر أن هذا من قول بعض ماذا تلاميذه، وهذا طبعا يعني من باب يعني إجلال العلماء يعني واحترام الأساتذة. النسخة اللي عندي هذه بتحقيق العلامة محمد بن عبد الله التونجي، يقول قال الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ وحيد دهره وأوانه وفريد عصره وزمانه شهاب الملة، وهذا يعني لقب اشتهر به، شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر أثابه الله الجنة بفضله وكرمه. تقريبا يعني نفس المعنى. وهذا لا يمنع أنه الذي كتب عنه يعني عدد كبير من أصحابه ومن تلاميذه، فكل اختار يعني القول الذي يعني استحسنه. طيب أي أعطينا تو مش نبدأ نسمع ايش قال ابن حجر. أي الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب المتن اللي هو يعني نخبة الفكر موجود فيه البسملة وموجود فيه الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد. الزيادة هذه زادها هو كذلك يعني في الشرح، وفيها إشارة إلى علم العقائد، ذكر تقريبا أكثر الصفات التي يدرسها طلبة العلم في علم العقائد، العلم والقدرة، عالما قديرا حيا قيوما، وقدرة يعني العلم والقدرة والحياة والقيومية والسمع والبصر، فهذه من الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى، حيا قيوما سامعا بصيرا. ولا نسترسل في ذكره، مش هو اللي درسنا، هو اللي درس عقائد، أما هنا في ذلك يعني إشارة إلى علم العقائد وإلى الصفات الواجبة لله تعالى. وكذلك الشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وطبعا الشهادة هي تختلف عن مجرد القول. لما تقول وأشهد أن لا إله إلا الله، هناك فرق بينها وبين قولنا لا إله إلا الله فقط. فرق بين الذي يشهد أن لا إله إلا الله وبين الذي يقول لا إله إلا الله. شو الفرق بينهم حسب رأيك؟ أشهد ما إقرار.
يولي يقول لا إله إلا الله ليس إقرارا. قد يكون نقلها عن غيره. باهي، أنا مش نفرع سؤال بسيط. في اللغة العربية ما الفرق بين الصدق والكذب؟ الكلام إذا كان موافقا للخارج، وافق الواقع، أي الواقع اللي هو الخارج نقول واحد، فهو صدق. وإذا خالف الخارج فهو ماذا؟ فهو كذب. يعني إذا قلت الشمس مشرقة، نشوف الخارج نلقاه حقيقة الشمس مشرقة، فهذا قول صدق. وإذا وجدنا غير ذلك فهو ماذا؟ فهو كذب. هذا تعريف الجمهور وتعريف أهل السنة. المعتزلة يقولوا لا، يقولوا الصدق هو ما وافق الاعتقاد، والكذب هو ما خالف الاعتقاد. يعني بقطع النظر عن الموجود في الخارج، إذا أني قلت الشمس مشرقة وأنا أعتقد جزما أن الشمس نعم مشرقة، فهذا الصدق ولو كانت الشمس غير مشرقة في الخارج. وإذا قلت الشمس مشرقة وأنا أعتقد عدم إشراقها ولو كانت مشرقة في الخارج ولكني أعتقد عكس ما أقول، فهذا هو الكذب. هذا عند بعض المعتزلة. والبعض الثاني مثل الجاحظ يقول لا، يقول الصدق هو أن يوافق كلامك الواقع والاعتقاد معا، والكذب أن يخالف قولك الواقع والاعتقاد معا. إيه طيب ملا يا أخي، إذا كان وافق الكلام الواقع وخالف الاعتقاد، أو العكس وافق الاعتقاد وخالف الواقع، قال لك هذا قسم ثالث ليس صدقا ولا كذبا، بين الكذب والصدق، واللي هو تتفرع عليه اختلاف في مسألة أخرى. يعني هل الخبر الكلام إما خبر وإما إنشاء؟ نعرفوها هذه. يعني الخبر يمكن أن يحكم على قائله بالصدق والكذب، والإنشاء ما لا يمكن ذلك. قال لك لا، هذا قسم ثالث ليس صدقا ولا كذبا. خلينا من الحكي. استدل الجاحظ بآية قرآنية، ركزوا معي. قال تعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ركزوا معي. ماذا قال المنافقون؟ هم أثبتوا الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا الكلام موافق للخارج ولا مخالف؟ هم يكلموا في سيدنا محمد، قالوا إنك لرسول الله، فهذا الكلام موافق للخارج ولا لا؟ فلماذا سماه الله كذبا؟ في عقيدتهم وليت معتزلي ريت ولا يهنيوه يا سيدي. أنا في مرة وقتها جالس مع واحد في المحطة نتاع الترام، وجا صفاقسي ومش نوصل له وقتها واحدة الولد وكذا. الحاصل قعد نجبت له الموضوع هذا، بديت حكيت له على النقاش. هو كان إنسان أكاديمي معناه جامعي وكذا. قلت له عجبوا المذهب نتاع المعتزلة. لا قلت له اصبر شو مبين لك الدليل والتراجي. الله هكا بعد تلاقيت بهم بعد عاد رجعت المسألة بتاعنا. أما قال لي لا هذا هو، قال لي صحيح، قال لي هذاك هو غلط، قال لي الصدق هو الموافقة للاعتقاد والكذب هو المخالفة للاعتقاد. مشيش واحد منكم يفصع توا، خلينا نرجع أو ساعدنا نمشي في الزدر. فاستدل يعني الجاحظ بهذه الآية، قال ها وربي قال، وقال والله يعلم إنك لرسوله، حتى لا يعني لا يلتبس الأمر ولا يقول بعضهم إن يعني ينفي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن مش ربي قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، حتى لا يترتب على ذلك الكذب في قولهم إنك لرسول الله، بل المنافقون هم كاذبون ولكن ليس الرسول حاشاه يعني أن يوصف بكذب. فحسب الظاهر هذه الآية تؤيد ماذا؟ تؤيد مذهب المعتزلة، تؤيد مذهب الجاحظ. الجاحظ كان معتزليا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا الكلام موافق للخارج ولا مخالف؟ فلماذا سمي حكم الله عليه بالكذب؟ لأنه حسب زعمه لأنه خالف اعتقاد المتكلم به. هؤلاء المنافقون هم لا يعتقدون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا سماهم الله كاذبين. فيتفرع عليه أن الكذب هو ما خالف الاعتقاد،
وضده الصدق هو ما وافق الاعتقاد. شنو رأيكم كيف نرد على هذا الدليل؟ منطقية الحكاية ولا؟ لا الدليل موجود في نفس الكلام. وكنت تأملوا علاش جبتنا الحكاية هذه تعرف هناك فرق بين قولة فما فرق بين شهد بكذا وقال كذا. لو قال المنافق، لو كانت المقولة على هذا النحو فرضا ليست من القرآن، إذا جاءك المنافقون قالوا إنك رسول الله، فلا يحكم الله عليهم بالكذب. لكن هم قالوا نشهد، فالله سماهم كاذبين في زعمهم الشهادة، لأن الشهادة هي القول الذي يكون نابعا من بوتقة القلب. لما يقول شخص من الأشخاص أنا أشهد بكذا، بمعنى أني أقر قلبا وقالبا بذلك الأمر. شهد فلان بكذا يعني ليس مجرد كلام على لساني، بل هو كلام نابع من قلبي. فيه فرق أنت تقول لا إله إلا الله ولا تقول أشهد أن لا إله إلا الله. فالله سماهم كاذبين في زعمهم الشهادة. هؤلاء يزعمون أنهم يشهدون، هم لا يشهدون، هم يقولون فقط. فإنهم كاذبون في زعمهم الشهادة أو في تسمية مقولتهم شهادة، لأنها ليست نابعة من قلبهم، ولا يمكن لأحد أن يخبر بذلك إلا الله. علاش؟ لأن الله وحده هو المطلع على السرائر. ما هو صادف وقت في مجلس وقال لي ده القرآن يلفو، قال لي أنت تريد إفساد هذا المجلس. قال وهنيك، قلت له يا شيخ، قلت له أنت لست عليما بذات الصدور. قلت له يمكنك أن تقول لي إن كلامك أفضى إلى فساد المجلس، أما أن تخبر أني أردت ذلك، هذا ما شاء الله هذا يحتاج إلى إنسان مطلع على السرائر، والمطلع على السرائر هو الله وحده. انتم خايفين قلت له الشركيات، هاي شركيات بدأت طالعة. هو عندنا شخص علام الغيوب ما شاء الله ومطلع على السرائر. على كل حال، فنحن كأشخاص لا يمكن، أنا علاش ذكرتها، لا يمكن لأحد أن يزايد على أحد على ما في قلبه. هو فلان عقيدته فاسدة، هو فلان نيته فاسدة، وريت أنت نيته ما أطلعك على السرائر. يعني وشوفوا المسألة الواضحة في قصة سيدنا أسامة رضي الله عنه، قالوا أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها اتقاء السيف أم لا. قصة ما تعرفوها الناس كلها. لما يعني هو واحد من الأنصار يعني تمكن من عدو من الأعداء، فقال لا إله إلا الله. الأنصاري أحجم، وسيدنا أسامة تأول واجتهد، ولكن اجتهاده كان خاطئا. قال قتله. قالوا يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قالوا أفلا شققت عن قلبه. على كل حال، فنرجع للموضوع بتاعنا. فهؤلاء قالوا نشهد إنك لرسول الله، فالله سماهم كاذبين في زعمهم ماذا؟ الشهادة. فهنا ما لا نرجع وأشهد أن لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، لكن هل نشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه حري بكل واحد فينا أن يراجع نفسه. لابد أن تكون مقولة لا إله إلا الله نابعة من قلب عامل بالإيمان، يعني متيقن من ذلك، ليست مجرد كلمة على يعني على اللسان. هذا قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك كلام كذلك آخر فيما يتعلق بالبسملة والحمد، إن شاء الله إن شئتم نرجئه يعني للحصة القادمة ونبدأ من بعدها إن شاء الله. هنا أول ما بدأ يعني ذكر نبذة تاريخية يعني عن كتب الحديث. كانت لاحظوا بعد قال أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك. وبدأ يحكي على نقطة كنت أرجو أن نصل إليها في حصتنا، لكن فمش مشكلة، ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. مش نعمل ذكروني نعمل نبذة على قضية الحمد يعني والبسملة في قضية الابتداء، ثم نشرع بعد ذلك في يعني المقدمة. هذا والله ورسوله أعلم. سبحان ربي.